السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. يوم جديد وفيديو جديد. هنحضر مع بعض النهارده كوبايه كيكه الحليب او التريليتشا او القشطوطه بابسط طريقه، وان شاء الله لو جربتيها مره مش هتبطلي تعمليها من جمالها وطعمها وسهولتها من حيث الكيك ومن حيث كمان الكريمه. هنعملها بشكل اقتصادي جدا بالكيكه العاديه بدون فصل الصفار عن البياض او كميه بيض مبالغ فيها. بجد حلوه جدا، طعمها من الاخر. هنعملها في الكوبات، شكلها اظرف واشيك كمان بالنسبه لاولادنا لو خدوا كل واحد كده كوب من الشكل ده، وبالنسبه كمان لاصحاب المشاريع هيحبها جدا جدا وهترمي معاهم كميه كتير. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف طريقتنا ومقاديرنا. بس حابه افكركم لايك وشير وكومنت حلو منكم كده. نزلنا بعدد 2 بيضه ونزلنا عليها بنص كوبايه من السكر ورشه بسيطه من الفانيليا. السكر قد ايه؟ حوالي 130 جرام، يعني بما يعادل نص كوبايه زايده معلقه. تمام، وكمان معلقه خل. وهنضرب الكلام ده كله كويس قوي بالمضرب الكهرباء او بالمضرب العادي او او بالخلاط، مفيش اي مشكله. المهم تدوبي السكر كويس جدا جدا مع البيض. تمام، هنزل بربع كوبايه من الزيت حوالي 50 جرام وهمزجها مع بقيه المقادير بالشكل ده. يا دوبك مش هضرب كتير، هي ضربتين 3، المهم امزج الزيت كويس. في الوقت ده هنجيب يا بنات كوبايه وتلت من اللبن الحليب حوالي 290 جرام. هنبدأ برضو نمزجهم كويس كده. وفي الوقت ده لو انت حابة تستخدمي مضرب يدوي مفيش مشكلة، لو ما عندكيش مضرب كهرباء او الخلاط عامة. تمام، هنعملها زي ما انت شفتي اقتصادية وما استهلكناش بيض كتير، يعني ولا حطينا بيض كده مبالغ فيه، هما بيضتين 2 بس وتمام كده. بالنسبة للمواد السائلة تمام كده خلصناها. هننزل بالمواد الجافة اللي هي كوبايتين من الدقيق. كوبايتين من الدقيق حوالي 250 جرام يا بنات، وحطيت 40 جرام من النشا يعني حوالي 4 معالق. وهقول لك فايدة النشا هنا ايه بالنسبة للكيك. كمحسن طبيعي للكيك وبيفتح لونها، وكمان بيقفل مسام الكيك، ما بيكونش كده مساماتها كبيرة وخشنة. حلو جدا النشا للكيك عامة، بيخليها كمان ناعمة وجميلة جدا. هنحط بقى ذرة بسيطة كده من الملح كده، بيقولوا حلال. تمام، بس ما تحطيش كتير، هي ذرة بسيطة زي ما انت شفت كده. ونبدأ نقلب الكيك بتاعنا بالشكل ده. هنبدأ تكوني انت بقى مولعة الفرن على درجة حرارة 180، وتجيب الصينية بتاعتك بتكوني مبطناها بأي مادة دهنية ومعلقة كده من الدقيق. مقاس الصينية قد ايه؟ هتنفع في مقاس صينية 30 في 29. احنا مش عايزين الكيكة تكون مرتفعة يا بنات، مش محتاجين يعني تكون الكيكة مرتفعة. هنبدأ ننزلها في الصينية، والصينية دي يا بنات اللي بتبقى في طقم الصواني بتبقى الوسط. زي ما انتم شايفين ان الصينيه شكلها كبيره، احنا مش عايزينها تبقى مرتفعه، احنا في الاخر هنقطعها ونحطها في الكبات. هندخلها قعدت قد ايه؟ قعدت بالظبط نص ساعه وطلعت بالجمال ده. انا موضبه الكبات اهي، بس هسيبها تهدى شويه، هنخرمها الاول. وبروح جايبه كوبايه الا ربع من اللبن الحليب وحاطه فيها معلقه من السكر. هي طبعا بطلعه سخنه والحليب معانا بارد. هنبدا نسقيها كده بالشكل ده. هي عشان هي ما خدتش، بس مش عايزينها تكون مبكبكه كده باللبن. هي دوبك كوبايه الا ربع كانت حلوه جدا. في بعض الناس بيحطوا كوبايه ونص، تمام، بس هي كوبايه الا ربع كانت جميله جدا وكانت طريه وزي الفل. هنبدا نقطعها بقى قطع ونسيبها على جنب. بس الاول هنعمل الكريمه. الكريمه قد ايه؟ حطينا بالظبط يا بنات كوبايه ميه متلجه عليها معلقتين او 3 من السكر، وكوبايه كريم شانتيه خام. لو عندك الكريم شانتيه بالسكر تمام، استغني عن السكر اللي انا حطيته. وهنبدا نضربها ونسيبها على جنب. وتعالي نعمل بقى الكراميل بتاعنا. الكريم شانتيه حلو جدا، لو عندك كريم بس حطي معلقتين جميله جدا بالنسبه للحر ده. طبعا الكريمه بتبقى صعب انها تتماسك شويه. تمام، هنبدا نوضب الكوبات بتاعتنا كده ونحطها على جنب. تعالي الاول نقطع الكيك. معلش المقطع ده انحذف مني. حطيت بقى القطع، طبعا الكيكه فاتحه وشكلها جميل زي ما انت شايفه اهي. طالعه بجد الكيكه خفيفه وهشه ولونها فاتح. وطبعا طبقه الكريمه غنيه جدا جدا. هنبدا نحط اللهم صل على رسول الله قطع كده من الكيك وعليها الكريمه اللي انت شايفاها ده، ونبدا نسويها بالشكل ده. سهله وبسيطه، من اروع والذ واسرع كمان الطرق اللي تقدري تعمليها. اللي هي ممكن تعملها في صينيه، يعني ممكن الصينيه وهي طلعت كده احط عليها الكريمه تبقى الصينيه عادي على بعضها، ولكن انا حبيت اعملها لكم يعني في كوبات بتعجب الولاد، وكمان الولاد عجبوا يعني فرحوا بيها جدا. كل واحد واخد الكوبايه بتاعته او الكب بتاعه كده، بتبقى شيك وشكلها اظرف كمان. هنبدا زي ما انتم شايفين حطينا الكريمه وسويناها. تعالي بقى نعمل الكراميل بتاعنا. طبعا الكراميل كله بقى عارف الكراميل اللي بتطلع بصي تحفه، احسن من تشتريها من بره. حطينا كوبايه السكر وحطينا كمان عليها معلقتين، يعني حوالي معلقتين 3 من الميه، وده اختياري. حابه
تحطيها كده من غير ميه تمام. ولكن عشان اسرع يعني ان اكرملها بسرعه حطيت معلقتين 3 من الميه وعلى نار هاديه، وهتبدا تديني اللون الجميل ده. اول ما تلاقي السكر بدا يسيح كده حطي في الوقت ده المعلقه وقلبي كده، عشان لو في بس المكان ما تكرملش او السكر تقدري تدوبي السكر بمعنى اصح يعني، بساعدها انها السكر يدوب بمعنى اصح. تمام. السكر اول ما يبدا بقى يديني اللون الجميل ده اللي هو الفاتح مش الغامق يا بنات، عشان ما تمررش معاكي، هبدا انزل ب50 جرام او مكعب حلو كده من الزبده. واول الزبده ما تسيح هنبدا بقى ننزل بكوبايه لبن حليب، وبتكوني مدوبه فيها معلقه من النشا. تمام. هتقفش معاكي اول ما تنزل، هدي النار واحده واحده، قلبي مع التقليب المستمر هتلاقيها ساحت ودابت معاكي. تمام. ساحت ودابت معاكي بالشكل ده، واديني الكراميل الناعم الخفيف الجميل الشفاف ده، بجد تحفه. تعالي بقى نطبق بقى نحطها فوق الكريمه، بجد جميله. شايفه قوامها حلو ازاي؟ هنحطها بقى فوق الكريمه بالشكل ده. من اسرع بجد والذ الطريقه دي، طريقه جميله تقدري تعمليها في الصينيه على بعضها زي ما قلت لك، ولكن انا حبيت اعملها في الكوبات ديت، بتبقى شكلها اظرف واشيك وبجد طالعه وجميله وبسيطه. وعملناها بالكيكه العاديه وكمان يا بنات من غير ما فصلنا الصفار عن البياض، وكمان ولا حط بيض مبالغ فيها. هنبدأ نحط كل كب كده حوالي معلقة من الكراميل ونوزعها بالشكل ده. طبعا انا شلت حوالي معلقتين 3 من الكريمه اللي احنا كنا ضربينها مع بعض، وهنبدأ نحط خطوط كده بالطول زي ما انت شايفه او بالعرض. تمام. جميله جدا وشكلها ظريف، جميله جدا جدا وبسيطه بجد، احسن ما نشتريها من بره. جميله جدا. شايفه ما شاء الله الكيكه جميله من حيث الكريمه ومن حيث الكيك، وحاجه كده من الاخر. هنبدا نجيب خله ونعملها بالطول وبالعرض زي زجزاج كده، طريقتها بسيطه والطعم جميل حكايه، احسن من اللي بتجيبها من بره. السكر بتاعها مظبوط، طعم يرطب على القلب قبل المعده. شايفين شكلها يا بنات حلوه ازاي واقتصاديه؟ زي ما انت شايفين بنعملها مره بالطول ومره بالعرض، وفي الاخر هتطلع بالشكل الجميل ده. حلوه جدا جدا. لو اول مره بقى بتشوفوا قناتي، يا ريت تشرفيني وتضغطي على كلمه الاشتراك اللي تحت الفيديو اللي باللون الاحمر، عشان لما انزل اي فيديو جديد يجيلك اشعار بيه ان شاء الله. ما شاء الله. تعالي بقى هنسيبها تهدى شويه لان لسه الكراميل دافي، ممكن تحطي في التلاجة، وكمان لما بتتاكل تاني يوم بتكون احلى واحلى. ما شاء الله. انا سبتها حوالي ساعتين كده في التلاجة، وتعالي بقى ناخد قطعه جميله وبجد طعمها حلو جدا. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان لما انزل اي فيديو جديد يجي لكم اشعار بيه ان شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم، اشوفكم على خير. سلام عليكم.